في هذا الفيديو غادي نشوفوا اهم ما جاء في المذكره الوزاريه الجديده اللي يلاه تحطات. واحد المذكره وزاريه هامه جدا، كيعنوا فيها فوقاش غادي توقف الدراسه، سواء الثانيه بكالوريا، الاولى بكالوريا، الثالثه اعدادي وما الى ذلك، وفوقاش غادي يبداو الامتحانات لجميع المستويات، يعني امتحانات سواء الوطنيه او الجهويه. اذا كما كتشوفوا هنا على الشاشه المذكره شنو جا فيها. فبالنسبه للثانيه بكالوريا غادي توقف الدراسه ابتداء من 4 يونيو 2024. اجراء الامتحان الوطني غيكون ايام 10 11 و12 و13 يونيو. نتائج البكالوريا غتكون يوم 26 يونيو 2024. الدوره الاستدراكيه غتكون 10 11 12 13 يوليوز. نتائج الدوره الاستدراكيه غادي تكون ان شاء الله يوم 19 يوليوز. السنة الأولى بكالوريا غادي توقف عندهم الدراسة هما يوم 4 يونيو 2024. الامتحان الجهوي العادي غادي يكون ما بين 5 و 6 يونيو. الجهوي بالنسبة للأحرار غيكون أيام 7 8 يونيو، والدورة الاستدراكية غتكون ما بين 3 و 4 يوليوز. بالنسبة للسنة الثالثة إعدادي الكاتريام غتوقف الدراسة عندهم إن شاء الله في 29 يونيو 2024. الامتحان الموحد الجهوي غيكون ابتداء من فاتح يوليوز، يعني كل جهة غيشوفوا فوقاش غيكون عندهم الامتحان، ولكن غالبا من فاتح يوليوز الفوق غيكونوا امتحانات الجهوي بالنسبة للثالثة إعدادي. أما السنة السادسة ابتدائي غتوقف عندهم الدراسة هما 29 يونيو 2024، وهما الامتحانات المحلية الإقليمية غتكون إن شاء الله ابتداء من فاتح يوليوز. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.